اليوم السيد طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان إقليم كردستان من أربيل. أهلا بك سيد طارق. كنت أتمنى لو تكون أنت منذ بداية الحلقة وتشاركنا الحديث ووجهة نظر سيد محمد كناني، وجهة نظر المعارضة، لكن بداية أود أن أسألك، هناك حالة من التوتر تشوب شوارع إقليم كردستان، هناك مخاوف من تحشيد للتظاهرات في إقليم كردستان، ما مدى صحة هذا الموضوع؟ نعم حقيقة أولا أشكرك وأرحب بضيفك الكريم. حقيقة لا يوجد أي حالة غير طبيعية في شوارع إقليم كردستان. إقليم كردستان أمان وما في أي مشكلة مثل ما كان في الأيام السابقة. ما جرى في برلمان كردستان هي عملية جرت بجو من الديمقراطية حقيقة، لأن ليس كلما يريد أي طرف سياسي ربما يستطيع تحقيقه داخل البرلمان، لأن قبة البرلمان هي احترام الرأي الآخر. نعم. واحترام الرأي المتبادل وتبادل الحوار بشكل هادئ وحضاري دون اللجوء إلى المعارضة تقول هناك انقلاب على الديمقراطية. سيدي الكريم، المعارضة تقول هناك انقلاب على الديمقراطية. لا بالعكس. نعم. ما هي الانقلاب على الديمقراطية؟ الديمقراطية ماذا تعني؟ لماذا نحن نفرح عندما نعطي الحق لشعب كردستان أو لأي شعب باختيار ممثلي للبرلمان؟ نعم. لماذا عندما يتم فرز الأصوات تظهر بأن هذه القائمة حققت أغلبية وهذه القائمة حققت الأقلية وهذه القائمة حققت كذا مقعد؟ وعندما في أي حكومة ديمقراطية غربية الديمقراطية تحترم من قبل المعارضة. نعم. ولا تنتهك. نعم. الديمقراطية احترمت من قبل السلطة في الإقليم ومن قبل خاصة رئاسة برلمان كردستان، مارست حقها الديمقراطي والمهني والحيادي تجاه كل الكتل البرلمانية. بس مع الأسف هناك يعني مناقشة حول هذين المشروعين القانونين بتمديد الدورة الحالية للبرلمان وكذلك تمديد ولاية لرئيس الإقليم لمدة 2 جاءت ربما في توقيت يتضامن مع اقترابنا من موعد الحملة الدعاية الانتخابية للدورة الرابعة للبرلمان كردستان، والتي بدأت بعض الكتل السياسية والأحزاب مسبقا قبل هذا التاريخ بشن حملات دعائية ضد بعضها البعض. وربما ما جرى في برلمان كردستان يريد بعض الأطراف تحقيق مكاسب انتخابية. نعم. قبل الدخول إلى جو الانتخابات. سيد طارق، سوف أنتقل إلى سيد محمد كناني. اسمح لي، لديه وجهة نظر أكيد وتعليق حول ما تحدثت به. بس أريد أكمل فد نقطة. تفضل بشكل مختصر رجاء. تفضل. نعم مختصر. نعم. رئاسة برلمان كردستان خلال الفترة الماضية كما يعرف أخي العزيز محمد بأنه بذل جهدا كبيرا خلال الأسبوعين الماضيين مع كل الأطراف السياسية داخل البرلمان وخارجه من أجل تقريب وجهات نظرهم وحثهم على نوع من التوافق فيما بينهم. طيب. فيما يتعلق بكيفية التعامل مع مشروع دستور إقليم كردستان وكيفية التعامل مع انتهاء ولاية رئيس إقليم كردستان، وذهب واجتمع مع رؤساء وزعيم حركة التغيير وغيرهم من زعماء المعارضة، واتفقوا على أن مصلحة البلد تكمن في أن تكون هناك تمديد للدورة الحالية للبرلمان، ولكن كان لديهم شروط أيضا في هذا الجانب. نعم. وحتى لم يكن لديهم اعتراض على تمديد ولاية للسيد رئيس الإقليم خلال 2 أو 4 سنوات، ولكن بشرط. طيب. اتحاد الوطني الكردستاني قامت بمبادرة جيدة في هذه الفترة عندما دعا إلى التوافق فيما بين الكتل بين المعارضة وبين توجهات حزب الديمقراطي الكردستاني. نعم. وعلى هذا الأساس فقد تم تقديم مشروع من قبل كثير من الكتل البرلمانية لتمديد ولاية الرئيس وكذلك تمديد الدورة الحالية للبرلمان، لكي لا ندخل في دوامة الفراغ التشريعي في الإقليم والفراغ الدستوري في الإقليم. طيب. نحن أساسا ليس لدينا مشروع دستوري إقليم كردستان، وانتخاب رئيس الإقليم مربوط ومرهون بشكل مباشر مع مشروع دستوري إقليم كردستان. عندما يتم تأجيل هذا المشروع فلا بد من تأجيل انتخاب رئيس الإقليم. وجهة نظر أخرى من سيد محمد كناني، أكيد لديك تعليق عما تحدث به سيد طارق. أنا أقول بأن هذا ليس صحيحا، لأن هذا انقلاب على الديمقراطية. لماذا؟ لأن لا تمديد فترة الرئاسة الإقليم بحد ذاته لا يستند إلى أي نص قانوني. ليس هناك نص قانوني يعطي لبرلمان كردستان بتمديد ولاية الرئيس الإقليم. هل هذه مخالفة قانونية؟ طبعا هذا مخالفة قانونية، وهذا ببساطة لأن قانون الانتخابات رئاسة الإقليم ليس فيه نص بأن يعطي للبرلمان حق تمديد فترة الرئاسة إلا هذا. أي من النقطة الأساسية. النقطة الأخرى
لماذا أستاذ جوهر يعرف لماذا لم يؤخذ الدستور خلال 4 سنوات السابقة إلى الاستفتاء للتصويت عليه، ولماذا فقط حشده في هذا الفترة الضيقة بعد إعلان موعد الانتخابات؟ هذا تحايل على العملية السياسية بحد ذاتها، وإلا كان لنا وقت طويل للمناقشة الدستور، للتصويت على الدستور، للاستفتاء على الدستور. لماذا لم يقوموا بهذا العمل؟ هذا سؤال يجب أن هذا تسأل. السؤال مهم إلى سيد طارق. مسألة الأخرى بالنسبة لهذا نعم. طبعا كان رئيس البرلمان تشاور مع الكتل السياسية وقيادة الأحزاب، ولكن هناك شروط. هل هذه شروط تحققت؟ لا. ولذلك ما يريدون أن يبرروه ليس له مبرر. لماذا؟ لأن كله حشروا كل هاي المسائل في الفترة الأخيرة في وقت الذي يعني يؤدي إلى أن انتهاء فترة البرلمان والفترة الرئاسية. طيب. ولماذا لم يقم بكل هذه الخطوات سابقا؟ طيب. كم سنة نحن نطالب بإعادة النظر في الدستور، مسودة الدستور؟ نسأل هذا السؤال إلى سيد طارق. أستاذ محمد، نسأل هذا السؤال إلى سيد طارق. سيد طارق، لماذا لم يتم التصويت على الدستور في هذه الفترة التي مضت؟ كذلك هناك تساؤلات كثيرة لسيد محمد كناني، كيف ترد؟ نعم، مع احترامي لرأيك محمد الذي ربما ليس لديه اطلاع كامل على موضوع الدستور إقليم كردستان، لأنني عايشت كل مراحل الدستور في برلمان كردستان قبل انتخابات الدورة الثالثة يعني في 2009. انتهت البرلمان واللجنة البرلمانية من إعداد مشروع دستور إقليم كردستان، وطرحت على كل الأحزاب ووزعت على كل سكان إقليم كردستان عن طريق المواد التموينية. يعني 1,000,000 نسخة من الدستور وزعت ونوقشت، أكثر من 5,000 ملاحظة حول المشروع الدستور جاءت إلى اللجنة وقاموا بإعادة صياغته. لماذا لم يتم التصويت على الدستور سيد طارق؟ في الاستفتاء مع انتخابات الدورة الثالثة في 2009، ولكن بسبب ظهور نوع من الحركات الجديدة كحركة التغيير الذي نرحب بوجوده في إقليم كردستان لأنها تغني التجربة الديمقراطية في إقليم كردستان، الذين قدموا اعتراض لدى المحكمة الاتحادية في بغداد ضد مشروع دستور إقليم كردستان، هم خسروا هذه القضية. وأيضا فيما يتعلق بأنه تجاوز على الديمقراطية في الدورة الثالثة عندما انتهت قبل بدء الدورة الثالثة، في الدورة الثانية انتهت ولايات البرلمان، قامت البرلمان بتمديد ولايته لمدة 2 أو 3 أشهر، وأيضا تم تمديد ولاية السيد رئيس الإقليم بسبب أن إجراء الانتخابات بحاجة إلى التنسيق مع المفوضية العليا للمستقلين الانتخابات في الحكومة الاتحادية، ونحن ليس لدينا مفوضية لحد الآن. المفوضية بحاجة إلى أن تكون هناك 6 أشهر قبل أن تقوم بإجراء ترتيباته لأي عملية انتخابية. هذا ما أدى إلى ابتعاد مدة اسمح لي أصل المقاطعة مع ما يتم اتياؤه في 20 اسمح لي أستاذ طارق يتحدث أستاذ محمد. تفضل أستاذ محمد. أنا هاي كلها لا يجيب على السؤال اللي سألته، لماذا خلال 4 سنوات السابقة لم يؤخذ هذا الدستور للاستفتاء؟ لماذا هذا التحايل على الديمقراطية إلا في فترة الأخيرة؟ إلا في فترة الأخيرة لأن أنت طيب تفضل أستاذ طارق تفضل. أخي العزيز بس انطيني فرصة هسه أوضح لك الأمور. يعني ارجع الى الدستور بعد هذا انتخابات لا يهمني، 2009 لا يهمني، يعني ظهرت السؤال عمليه جديده داخل برلمان كردستان، اصبحت برلمان اكثر ديمقراطيه بوجود المعارضه الحقيقيه. طيب. لا ننسى بان 3 أطراف من المعارضه الطرفين الاخرين ما عدا حركه التغيير صوتوا لصالح مشروع دستور اقليم كردستان.